في فيديو النهارده هعرفك ازاي تحافظ على بطارية تليفونك سواء كان موبايلك ايفون او كان موبايلك اندرويد. فيديو مهم جدا، اعمل منشن وشير لكل اصحابك عشان يستفادوا من الفيديو ده. ويلا ندخل في الفيديو عشان ما اطولش عليك. تعالى، اول حاجه هكلمك عليها لازم تكون متاكد ان شاحن الموبايل بتاعك اوريجينال 100%. ولو البلج بتاعتك مش اوريجينال تكون من شركه معتمده زي شركه انكر مثلا. المهم حتى لو البلج بتاعك يكون معتمد مش اوريجينال قوي او مش من شركه ابل بمعنى اصح، يكون على الاقل الكيبل بتاعك اوريجينال بتاع شركه ابل او اوريجينال بتاع شركه جالاكسي او اوريجينال بتاع اي شركه ما حسب نوع الموبايل بتاعك. تاني حاجه، الجو اليومين دول زي ما انتم شايفينه حر ورطوبه عاليه جدا، فعود نفسك لما تيجي تشحن الموبايل بتاعك لو انت قاعد في غرفه بدرجه حراره عاديه ما فيهاش تكييف، لازم لما تيجي تشحن الموبايل بتاعك تشيله من الجراب بتاع الموبايل. ده بيساعد على ان الموبايل بيقلل سخونته شويه ويقدر يكمل معاك الشحن من غير ما يهنج ولا يحصل فيه اي حاجه. وطبعا ده مفيد لنسبه البطاريه بتاعتك عشان النسبه ما تقلش. ده عشان لو انت ما عملتش كده، انا بكلمك عن تجربه شخصيه وناس كتير هتقول لك في التعليقات انه بيحصل معاها. لما تيجي يكون انت قاعد في مكان حار وبتشحن الموبايل بتاعك بتلاقيه جه عند 80% وتنح مش عايز يزود ولا 1%، بل بالعكس بيبعت لك رساله يقول لك انك تم توقف الشحن بسبب درجه الحراره العاليه. تالت حاجه اللي هي تكمله لتاني حاجه، لو لقيت الموبايل بتاعك وهو على الشاحن سواء بقى انت حاطه في الجراب او شايله من الجراب لقيته جه عند ال 80% وطول جدا مش عايز يعلي عن ال 80%، شيله عن الشاحن بسرعه، لان انت كده هو مش قادر يشحن بسبب درجه حراره الغرفه اللي انت قاعد فيها. ده بيقلل من عمر البطاريه والنسبه المئويه بتاعتك اللي هي البرسنتج بتقل بسرعه. يبقى الموبايل بتاعك 100% تفوجئ كده في اسبوع ولا في اسبوعين 99 98 وبيفضل يقل. رابع حاجه وغلطه يمكن 3/4 سكان مصر، ده لو مش 3/4 سكان العالم العربي كله والاوروبيين ما تزعلش بيعملوها، انك تسيب الموبايل بتاعك على الشاحن وتنام. في ناس مفكره ان الموبايل لما بيجي عند 100% بيعمل توقف للشحن. المعلومه دي غلط، والله العظيم المعلومه دي غلط. اشحن الموبايل وبعد ما تتاكد ان هو وقف عند 100% او النسبه اللي انت بتحبه يقف عندها، على طول يا صديقي شيل الموبايل من على الشاحن. خامس حاجه، حاول بقدر الامكان ما تستخدمش الموبايل وهو على الشاحن الا للضروره. يعني لو مكالمه ضروريه جدا ممكن ترد الموبايل على الشاحن، انما في ناس بتحط الكيبل وتشحن الموبايل وتلاقيها شغاله العاب. ده بيخلي البطاريه عامله زي المنخل، الميه اللي بتقع في المنخل بتقع تاني، فبالتالي البطاريه بيبقى فيه اجهاد عليها، نسبه البرسنتج بتقل بسرعه، وغلط على اي سي الشحن بتاع الموبايل، فبالتالي اي سي الشحن بيبوظ. واي سي الشحن في الايفون بالذات لو باظ يا صديقي يعتبر حاجه جديده كده زي اي سي الباور. سادس حاجه بقى لو انت عملتها تبقى بطل، وانا عارف ان الموضوع ده رخم شويه بين الناس، يعني حاول لما تحط الموبايل بتاعك على الشاحن يكون وقت انت فاضي فيه. فهتعمل ايه؟ هتقفل عنه ال 3 جي، هتقفل عنه الداتا بتاعت النت، وهتقفل عنه الواي فاي. ده هيفيدك في ايه؟ اول حاجه الموبايل هيشحن بسرعه جدا. تاني حاجه هتوفر نسبه السخونه بتاعت الموبايل، فالموبايل بتاعك مش هيسخن، فبرضه صحه البرسنتج بتاعتك مش هتنزل. سابع حاجه ودي برضه بحس ان هي صعبه على ناس كتير مع انها سهله جدا، ليه لما انت بتيجي تنام بتسيب الداتا شغاله؟ يعني ليه بتسيب الداتا بتاعت الموبايل شغاله وبتسيبه متصل بالواي فاي؟ يعني انت لو جالك ايميل وانت نايم هتقوم ترد عليه مثلا؟ والله ما اعتقدش ان انت هتقوم ترد على واتساب ولا هترد على ايميل. عود نفسك يا صديقي بعد ما تشحن تليفونك قبل ما تنام افصل ال 3 جي عنه الداتا بتاعته وافصل الواي فاي، ده هيحسن لك من عمر البطاريه. تاني حاجه هتقوم من النوم الصبح هتلاقي موبايلك زي ما انت سايبه على الشاحن بالظبط. يعني انت كنت شحنه 100% ونايم هتقوم تلاقيه 100%، او لو انت مشغل الارم عليه عشان خاطر يصحيك كبيره هينقص 1% او 2%، هتقدر تكمل يومك بره عادي جدا. تامن حاجه بقى ودي من الاواخر كده واخر حاجه تعتبر معانا، لما تيجي تعمل سوفت وير ابديت لازم الموبايل يكون بره الكفر ولازم يكون الموبايل على الشاحن. لا اما لو مش عايز تشيله من الكفر او يكون بره او يكون على الشاحن حاول ان يكون البطاريه بتاعته مش اقل من 80% فيما فوق. ده بيحافظ على صحه البطاريه بتاعتك والبرسنتج ما بتقلش بعد كل سوفت وير. في تسريب بقى في حته البطاريه كده عايز اقوله لك، بس التسريب ده مش من شركه ابل، التسريب ده من موظفين في شركه ابل ومصادر موثوق منها من الناس اللي شغاله في شركه ابل. الموظفين اللي في شركه ابل التسريب اللي سربوه ان انت لما
تشحن التليفون من اوريدي مثلا من 0% ل 80%، اكنك شحنه ل 100% بالظبط. في ناس كتير بتقول لك في فيديوهات اشحن الموبايل بتاعك ما تعديش ال 80%، لا عدي ال 80%، بس هي دوره الشحن الكامله بتتحسب لغايه 80%. فلو انت شحنت ال 80% اكنك شحنت ال 100% بالظبط. الكلام ده طبعا للموبايلات الجديده، مثلا الموبايلات الحديثه شويه، لو انت موبايلك مثلا 13 14 15 وانت طالع تقدر تشحن الموبايل بتاعك لغايه 80%، بدليل ان انا قلت لك في اوائل الفيديو ان الموبايل لما بيسخن بيقف اصلا عند ال 80%، كان ممكن يقف عند 50 ولا هو بيسخن عند رقم 80. فدي برضو تسريب مهم جدا من موظفين ابل مش من شركه ابل. كل اللي احنا قلناه ده لو انتوا تلاحظوا ان احنا كنا بنتكلم ايفون ايفون ايفون، لا الموضوع ده لو انت مشيت بيه على اي تليفون في العالم هتحافظ على بطاريتك، سواء اندرويد سواء جالاكسي سواء وان بلس سواء بوكو، اي حاجه اي تليفون هتعامله معامله ادميه محترم، ان هو آلة. بني ادم بيتعب يا جماعه، انت بتتعامل مع آلة. تابعنا يا صديقي لو انت اول مره تشوفني، احنا بنعمل فيديوهات مقارنات بين الموبايلات الايفون والموبايلات الفلاج شيب حول العالم، وبنحاول وبنسعى جيدا ان احنا نجيب لك اماكن موثوق منها تقدر تقوم بيها بخدماتك التكنولوجيه، سواء كانت موبايلات او كمبيوتر بي سي او لابتوب او ما شابه ذلك. تابعنا على الفيسبوك بيج احمد_تربو، بنجيب عليها عروض هتعجبك ان شاء الله. حابب تشوف فيديوهاتي منسقه تحت بعضيها بعناوينها، هتلاقيها على اليوتيوب تشانل. حاول بقدر الامكان ان انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. استنى رسالك على انستجرام، اعذرني لو بطول في الرد عليك، ضغط رسائل مش اكتر والله. كان معاك احمد تربو، سلام عليكم.